في حمام السجن ضربة البداية. سجين بيحذر بون العصابة جاية تفرمك، وبون بكل ثقة بيقوله اخرج وما تتدخلش. بتوصل العصابة بقيادة جي، بيحاصروا بون وبيدوا رشوة للحارس عشان يخللهم الجو. وهنا المفاجأة. قبل ما نكمل الإثارة دي، انزل بسرعة دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بون بيعد لغاية 5 وفجأة بيتحول لصاروخ وبيروق العصابة دي كلها لوحده في ثواني بضربات سريعة وخاطفة. وبيوجه رسالة تحذير لجي إنه ما يعترضش طريقه تاني أبدا. وبيخرج من السجن بعد ما قضى 5 سنين. بون بيبدأ يدور على سكن هادي، وبيوصل لبيت تمارا وروبرتو الشايب عشان يأجر أوضة. تمارا بتديله شروط البيت على البلاطة، مفيش هنا خناقات، مفيش سلاح، ومفيش ستات. وبون بيوافق وبيدفع الإيجار فوراً وبدون نقاش. بون بيبدأ يستكشف المنطقة وبيروح يتفرج على قتالات الشوارع غير القانونية اللي مليانة مراهنات وجمهور كبير. الساحة دي تابعة لزعيم عصابة مسيطر اسمه جيمس، وعنده مقاتل وحش اسمه هامر بيقضي على أي حد يوقفه. بون بيقرر يستغل الموقف وبيقابل السمسار بينبول في عربيته بكل هدوء، وبيقول له أنا عايز ألاعب هامر وليك 40% من الأرباح، وبيديله رزمة فلوس يراهن بيها عليه عشان يقنعه. بينبول بياخد بون لساحة جيمس، وهناك بون بيبص بتركيز شديد لحبيبة جيمس اللي اسمها أنجيلا. جيمس بياخد باله ويتعصب جدا، وبيهدد أنجيلا بالضرب لأنها بتبص لبون، وبيؤمر رجالته يروحوها البيت فورا. في القتال الأول بون بيفضل يراقب حركات خصمه السريعة اللي بيعتمد فيها على رجليه، وفي ثواني بيفهمه وبيديله ضربة قاضية تنهي الماتش في لحظة. بينبول بيفرح بالمكسب، وفي الطريق بون بيسأله عن أنجيلا، فبينبول بيقول له على الحكاية الصعبة. أنجيلا دي كانت متجوزة صاحبك داني في السجن وكانت حامل، وجيمس لفق تهمة لداني وسجنه عشان ياخد مراته، وضيع البنت في الإدمان ورمى ابنها جيرالد في الملجأ. قصة لا إنسانية خلت بون يصمم على الانتقام لروح صاحبه. بون بيروح الساحة من تاني، وبنبول بيراهن عليه $5000 قدام تاتو اللي واثق في مقاتله. بون كالعادة بيدرس حركات الخصم وبيديله ضربة واحدة تجيبه الأرض. تاتو المرتعش بيرفض يدفع الفلوس وبيطلع مسدس ويهدد بون ويقول له لازم تهزم 2 و3 من رجالتي عشان تاخد الفلوس. بون بكل ثقة بيخلص عليهم كلهم في ثواني بحركات بهلوانية قوية. ولما تاتو برضه بيرفض يدفع، بون بيعلمه الأدب وياخد $20,000 غصب عنه. تاتو بيحاول يغدر بيهم ويضرب عليهم نار وهم في العربية، لكن بينبول بيطير بالعربية ويهربوا. جيمس بيجبر أنجيلا تحت التهديد تروح لبيت بون وتغويه عشان يدخلوه في قتال ضد برايس، أقوى مقاتل في العالم. أنجيلا بتروح أوضة بون وبتطلع مسدس عليه، لكنه بكل قوة بيسحب المسدس ويوريها صورتها القديم، وبيقول لها إن جوزها داني وصاه عليها وعلى ابنها جيرالد قبل ما يتقتل في السجن على إيد رجال جيمس. وأنجيلا بتنهار بالدموع، وبون بيوعدها إنه هيرجع لها ابنها. بون بيودي أنجيلا لمصحة نظيفة تتعالج من الإدمان، ويروح لجيمس ويوافق يقاتل برايس بشرط واحد، إن أنجيلا تمشي معاه وتتحرر. جيمس بيقتل روبرتو الشايب في غياب بون لأنه شك إنه شافه وهو بيخلص على مديونة قديمة. بون بذكاء بيواجه جيمس ويخليه يعترف بكل جرايمه وقتل داني وروبرتو، وهو بيسجل الاعتراف ده على تليفونه وبيبعته لبينبول اللي بيسلمه للشرطة فوراً. بيبدأ القتال الأسطوري ضد برايس تحت رعاية فرانكلين اللي جيمس دفع له $5 مليون رهان. القتال بيبقى ناري وسريع، وبون بيقدر يسيطر على برايس، وفي اللحظة الأخيرة بدل ما يكسر رجله بون بيقرر يستسلم بكل ذكاء. جيمس بيتجنن لأنه بكده خسر $5 مليون وكل ممتلكاته. جيمس المغلول بيسحب سيفه عشان يقتل بون غدر، ففرانكلين بيبعت سيف لبون عشان يدافع عن نفسه. بون اللي كذب وقال ما بيعرفش يمسك سيف بيثبت إنه أستاذ في المبارزة بالسيف، وفي ثواني بيعجز جيمس ويقطع إيده. والشرطة بتوصل في نفس اللحظة وتقبض على جيمس المتلبس بجرايمه بفضل التسجيل. بعد كذا شهر أنجيلا بتخرج من المصحة متعافية تماما وبتروح الملجأ وتقابل ابنها جيرالد، وبون بيسيب ليهم ظرف مليان فلوس يعيشوا بيه، وبينبول بيحاول يقنعه يفضل ويكملوا خناقات، بس بون بيرفض بكل ثقة وبيمشي في طريقه والابتسامة على وشه بعد ما حقق العدالة ورجع الحق لأصحابه. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيلم. لو عجبك
دوس لايك واشتراك وفعل زر الجرس لنستمر عشان نكمل.